اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات مسائل الفيزياء. ان شاء الله سوا هنتعرف النهارده على ايه هي انواع مسائل الفيزياء اللي هتقابلني في الامتحان ان شاء الله، وازاي ان انا اعرف احل كل نوع لوحده. هيبقى في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. اول حاجه قبل ما نعرف ازاي هنحل فيديوهات الفيزياء لازم نعرف ايه هي مسائل الفيزياء اللي قدامنا. طيب اولا هنلاقي عندنا ممكن مسائل التعويض المباشر او اللي هي قانون واحد. تاني حاجه هنتكلم عنها هي مسائل المجهولين قانونين او اكتر. تالت حاجه هي مسائل المقارنات. رابع حاجه اسئله الرسم البياني. خامس حاجه العلاقات بين الكميات الفيزيائيه وبعضها. سادس حاجه الوحدات المكافئه. 7 اسئله تخص النظري بتاع كل باب. 8 انواع خاصه بكل باب. طيب يعني ايه الكلام ده كله؟ هنشوف دلوقتي بالامثله ايه هي مسائل التعويض المباشر، ايه هي امثله المجهولين او اكتر، مسائل المقارنات، الرسم البياني، العلاقات بين الكميات، الوحدات، اسئله تخص النظري، انواع خاصه بكل باب. تعالى كده بينا نشوف. اولا هي مسائل التعويض المباشر. تعالى كده نشوف ايه المساله اللي قدامنا دي. تعالى نقراها سوا ونشوف. اذا مر تيار كهربي شدته 5 امبير في موصل، فان هذا يعني ان كميه الشحنه الماره عبر مقطع هذا الموصل خلال ثانيتين هي كذا. طيب احنا عارفين ان القانون عندنا في قانون في الكهربية في اول باب خالص بيقول لك ان الاي بيساوي كيو على تي. هو هنا بيسأل على كمية الشحنة المارة اللي هي كيو، بيدي لك الاي بيدي لك التي، فاذا انت هتحل المسألة دي بقانون واحد، وهي دي مسائل التعويض المباشر او المسائل الخاصة بقانون واحد، او هو ده النوع الاولاني من المسائل اللي هنتطرق لها ان شاء الله في الفيديو بتاعنا. تاني نوع من انواع المسائل اللي عندك هتبقى مجهولين، يعني قانونين او اكتر. تعال نشوف. اولا اول قانون خالص بيقول لك ايه، او اول المساله بيقول لك اذا مره 6 علامه 25% في 10 اس 18 الكترون، ده انت عارف ان هي بتساوي الان، خلال ثانيتين، ده هنا عندي التي، عبر مقطع من موصل فرق الجهد بين طرفيه اللي هو بيساوي الفي، في ان قيمه المقاومه بتاعه الموصل ده اللي هي الار بتساوي كام. انت عارف القوانين بتاعتك بتاعت الباب الاول، هفكرك بيها دلوقتي. وهو عندنا قانون بيقول لك ان الفي بتساوي اي في ار، وده قانون هيحل لي المساله اللي هو عايز الار، بس انا ما عنديش الاي اقدر اجيبها من قانون تاني. القانون التاني اللي هو اي بتساوي ان في اي على تي. يبقى اذا هي دي مسائل المجهولين، انا لازم اجيب الاي الاول وبعد كده علشان اقدر اعوض في هذا القانون واجيب الار. فهي دي مسائل المجهولين او القانونين او اكثر اللي هنمر عليها ان شاء الله سواء في المراجعات او في الحل ان شاء الله. ثالث نوع من المسائل عندنا وهي مسائل المقارنات. يعني تعال نقرا سوا. اذا كان معدل مرور الكترونات الحره في مقطع من سلك اكس هو 10 اس 20 الكترون، ومعدل مرورها في مقطع من سلك واي هو 2 في 10 اس 20 الكترون، فان النسبه بين شدتي التيار المار في السلكين اي اكس واي واي بتساوي كام. هي دي انواع مسائل المقارنات، اللي هو بيقول لك قارني الحاله اكس بالحاله واي، او قارني الحاله واحد بالحاله 2، الحاله س بالحاله ص، ايا كان، طالما في المساله بيدي لك معطيات على 2، ففي الاخر هتلاقي نفسك بتشد شرطه كسر كبيره قوي اي اكس على اي واي، وتروح عامل شرطه كسر كبيره قوي، هتروح قايل مثلا كيو اكس على تي واي على تي اكس في كيو في تي واي على كيو واي. هنعرف ازاي ان شاء الله نحل انواع المسائل دي، ولكن ده الشكل النهائي بتاع المساله. فده معانا ثالث نوع من انواع المسائل وهي مسائل المقارنات. هنخش بعد كده على رابع نوع من انواع المسائل سوا هنقوله، وهو مسائل الرسم البياني واسئله الرسم البياني. دي مثالات عليها. الشكل البياني المقابل يمثل علاقه بين كميه الشحنه كيو والمر عبر مقطع من موصل في دائره تيار مستمر والزمن تي، فتكون شده التيار المستمر هي 2 ولا 10 ولا 50 ولا 250. فادي الشكل بتاعها، ممكن يجي بالشكل ده وممكن يجي بالشكل ده. دامج مسألتين، مسألة المقارنات اللي قبل دي على طول بأسئلة الرسم البياني، فأنت عندك أنواع كتيرة من أسئلة الرسم البياني إن شاء الله نقدر إن إحنا نتطرق لها ونحلها. فده نوع من أنواع المسائل المحتملة اللي هتقابلك إن شاء الله في الامتحان بتاع آخر السنة. خامس نوع من أنواع المسائل أو الأسئلة اللي هتقابلك في آخر السنة هي العلاقات بين الكميات. تعالى مثلا نقرأ السؤال ده. بيقول لك إيه؟ بيقول لك أي من الأشكال البيانية التالية يمثل علاقة بين فرق الجهد V بين طرفي موصل يسري به تيار مستمر والزمن بالثانية. هنا هتبدأ تشوف قوانينك، تشوف النظري بتاعك، تعرف أنواع العلاقات بين كل كمية فيزيائية وبعضها. احنا إن شاء الله برضو هنتطرق لأنواع المسائل ده في فيديو منفصل. تاني احنا هنا بنعمل ايه؟ احنا هنا بنشوف ايه أنواع المسائل اللي هتقابلني عموما في الأسئلة النظري أو في الامتحان النظري بتاع آخر السنة، وبعد كده في فيديوهات مستقلة هنقدر إن احنا نحل سوا الأنواع دي. أنا عارف إن الموضوع صعب، الموضوع مش هيجي من يوم وليلة، لازم علشان تتفوق هي عنوان واحد وهي المثابرة والاستمرارية.
الجملتين دول هما عنوان الاستمرار وعنوان الحل ان شاء الله في ثانويه عامه، عشان تقدر تحل وعلشان تقدر توصل في اخر السنه انك قادر تجمع انواع حل مختلفه لانواع مسائل مختلفه. فاول لما نجيلك مثلا مساله علاقات بين الكميات، لا انا خلاص عرفت ازاي احلها. اسئله رسم بياني انا عرفت ازاي احلها، وان شاء الله هنقدر ان احنا نوصلك انك تحلهم باسلوب كويس قوي سهل جدا وبسيط ومش هتاخد فيه ان شاء الله وقت. سادس نوع معانا من انواع المسائل وهي الوحدات المكافئه. ايه الوحدات المكافئه دي؟ بيقول لك اهو اي من الوحدات التاليه لا تكافئ وحده الوات. بيبقى مدي لك وحده مثلا اي وحده الوات، وبيقول لك قول لي انهي من الوحدات التاليه تكافئ هذه الوحده. فساعتها هندور بقى في القوانين وهنقعد نلعب سوا. طب ازاي نجيب وات؟ طب جول لكل ثانيه ده القانون انهي كميه فيزيائيه، وهكذا. هنبدا ان احنا نعرف سوا ازاي هنخلي الوحدات دي تكافئ الوحدات اللي هو طالبها مني علشان اقدر احل السؤال. بعد كده آخر نوع مسائل عندنا بتتكرر في كل حاجة وهي أسئلة تخص النظري. يعني إيه؟ يعني السؤال اللي قدامك ده سؤال يخص النظري وبشدة. بيقول لك إيه يا باشا؟ بيقول لك إذا كانت شدة التيار المار في موصل 3/10 أمبير، فإن هذا يعني أن كمية الشحنة التي يحتويها الموصل 3/10 كولوم، ولا كمية الشحنة التي تمر خلال مقطع منه في الثانية الواحدة 3/10 كولوم، ولا زمن مرور، ولا معدل مرور. ده بيعتمد على ايه؟ ده بيقيس مهارة عندك وهي حفظك للتعريف بتاع شدة التيار نفسه. وهي دي النوع من المسائل اللي تخص النظري. في انواع تانية ان شاء الله برضو هنقدر ان احنا نخشها لما نوصل للفيديو بتاع اسئلة تخص النظري. اخر نوع معانا من انواع المسائل وهي انواع خاصة بكل باب، زي مثلا التوصيل على التوالي والتوازي، كيرشوف، في الباب الثاني الدينامو، الباب الثالث او الباب الثالث يعني، وهكذا، اللي هي الانواع الخاصه بكل باب، والملفات وقاعده فيلمينج، وكل ده هي انواع مسائل خاصه بكل باب. فاخيرا نراجع مراجعه سريعه على ايه هي انواع مسائل الفيزياء. انواع مسائل الفيزياء اللي هتبدا قدامنا ان شاء الله الفتره اللي جايه: مسائل التعويض المباشر، وده الفيديو اللي جاي ان شاء الله استنوه، مجهولين او اكتر الفيديو اللي بعده، مسائل المقارنات، اسئله الرسم البياني، العلاقات بين الكميات الفيزيائيه، الوحدات المكافئه، اسئله تخص النظر، واخيرا انواع خاصه بكل باب. في كل فيديو ان شاء الله في الفتره اللي جايه هنتطرق لكل نوع لوحده، هنشوف المسائل على كل باب لوحده. هنشوف مثلا مسائل المجهولين في الباب الاول كلها، ونمسك كتاب الامتحان نفصص كل مسائل على مجهولين او اكتر. مسائل الرسم البياني هناخد اسئله الرسم البياني في الاول، ازاي هنعرف نحل اسئله الرسم البياني، ايه هي القواعد اللي هنمشي عليها، ايه هي المهارات اللي لازم تبقى عندك. وبعد كده هتلاقي ان احنا بنحل كل اسئله رسم البياني مثلا تخص الباب الاول، بعد كده تخص الباب الثاني، تخص الباب الثالث، تخص الباب الرابع، بحيث انك تخش الفيديو. لو انت ضعيف في اسئله الرسم البياني، فانا خلاص هخش فيديو اسئله الرسم البياني في الباب الاول مثلا، هحفظها كويس قوي، اشوف في الاول طريقه الحل بتاعتها، وبعد كده هخش مسائل الباب الاول، مسائل الباب الثاني، الثالث، الرابع. يبقى انا كده ضامن في اخر السنه ان انا لما تجيني مساله رسم بياني انا ان شاء الله هقدر ان انا اجيب 100% منها، وهحل الاسئله بتاعتها ايا كان بقى بدرجتين، بثلاثه، باربعه. يبقى انا ضمنت دول في اخر السنه من وانا لسه في شهر 12، في شهر 1، في شهر 2، ايا كان انت بتسمع الفيديوهات دي امتى. حتى لو بتسمعها قبل الامتحان بيوم هتقدر انك تظبط الاسس الاساسيه انك تحل المساله. سوري لو طولت شويه، لكن فيديوهات المقدمه بتبقى دايما طويله. مستنيكم ان شاء الله ان انتوا تحضروا الفيديوهات. مستني اراكم في الكومنتات ايه الاسئله، لو في اسئله معينه انا ما تطرقتش ليها وانتوا عايزين حلها ابعتوها لي في الكومنتات وهكون معاكم. طبعا ما تنسوش تشيروا الفيديوهات، تعملوا سبسكرايب في القناه، تفعلوا زر الجرس علشان ان شاء الله يوصل لكم المسائل اللي جايه، الحلول اللي جايه. هنراجع سوا ان شاء الله، نحل كتاب الامتحان مراجعه نهائيه لما ينزل، هنحله برضه بالصيغه بتاعتنا ان احنا نشوف كل مسائل مثلا رسم بياني، المقارنات، المجهولين، وهنقدر ان احنا سوا نكون اساس متين في الفيزياء تقدر انك تخش بيه الامتحان، وتضمن ان شاء الله انك تقفل الفيزياء او تنقص حاجه بسيطه خالص لو لا قدر الله في حاجه وقفت قدامك. كنت معاكم دكتور فادي جمال، ان شاء الله هكمل معاكم الفتره اللي جايه.